السلام عليكم. جيت لكم النهاردة بطريقتي المميزة في المكرونة بالبشاميل. وبالمناسبة دي كلنا تقريبا كنا بنعتقد ان دي وصفة من المطبخ العربي، بس هي في الحقيقة فرنسية الاصل، واخدت شهرة كبيرة معانا في الدول العربية وخاصة في مصر. هي عشق الملايين، اكلة ممتعة من اشهر الصواني في العزومات. ويلا بينا نبدأ بسم الله. ودي المكونات اللي هنشتغل بيها. اول خطوة معايا هي سلق المكرونة. بنجيب كده مية مغلية وعليها معلقة ملح كبيرة، وانا استخدمت كيس مكرونة 500 جرام من النوع البنة او القلم زي ما انتوا شايفين كده، وتقدروا تستخدموا اي نوع موجود عندكم. بنخلي بالنا اننا بننزل المكرونة اول ما المية تكون بتغلي كويس، وبنسيبها بالظبط من 7 ل8 دقايق عشان لسه هتكمل سوا في الفرن وتكون متماسكة كده شوية، مش شكلها مهري. بعد كده بقى عندي معلقتين من الزيت واضفت لهم بصلة كبيرة. انا هنا استخدمت البصل الابيض، ونستنى كده لما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. وعندي بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة، بننزل بقى بيها على البصلة ونخليها كده دقيقتين 3 تغير لون، وبعد كده بنقلب. وهنا بعد ما بتكون غيرت لونها معانا بالكامل، نتأكد بقى ان مفيش اي قطعة مكلكعة. ودلوقتي بقى نزلت بمعلقة فلفل اسود، وبعد كده معلقة ملح كبيرة، دلوقتي عندي بقى كام طماطمايه كده صغيرين متقشرين، ضربتهم معايا كويس. وهنرجع بقى ننزل بيهم على اللحمة. واضفت برضو كده كام طماطمايه من الشيري، بيخلوا الطعم غني اكتر والشكل جمالي. وكده بتكون اللحمة جاهزة معانا. دلوقتي بقى هنحضر البشاميل. واول حاجة معلقتين من الزيت، مكعب زبدة كبير، وبعد كده هنحط بقى حوالي 3 معالق دقيق او طحين، ونستمر بقى بالتقليب كده عشان ما يكلكعش معانا خالص. وبعد ما قلبت بقى دقيقتين 3 كده، بعد ما اتحمص معايا وخد اللون الحلو ده، عندي 1.5 لتر من الحليب نزلت بيهم. وبرضه هنستمر بالتقليب عشان ما يكلكعش معايا. وحاولوا ان البشاميل ما يلزقش من تحت. ودلوقتي هنزل بقى بالكريمة لباني، اي نوع عندكم تقدروا تستخدموه. انا استخدمت علبة كاملة اللي هي 200 جرام. ودلوقتي حطيت مكعب من الجبنة الكريمي. ودلوقتي حطيت بقى معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود، وتقدروا تستخدموا فلفل ابيض اللي موجود عندكم يعني. تستمروا بقى في التقليب. انا اخد معايا من 8 ل10 دقايق لحد ما وصلت للقوام المظبوط. شوفوا قد ايه القوام بتاعه كريمي وجميل، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. احنا كده ماشيين صح. دلوقتي بقى جبت المكرونة بتاعتنا كده معانا، وحطيت لها غرفتين من البشاميل، ونقلبهم بقى مع بعض كويس عشان ياخدوا من الطعم. وهنحط بقى معاهم معلقتين من اللحمة المفرومة، ونقلب كويس عشان برضو ياخدوا من الطعم مع بعض، وكل المكونات كده تتجانس مع بعضها ويكون لونها حلو. دلوقتي بقى الصينية معانا، حطيت فيها غرفتين من البشاميل. واول طبقة بقى هنحط نص كمية المكرونة اللي معانا، ونسويها كده في الصينية من كل الجهات. وغرفتين تاني من البشاميل.
بعد كده بقى هنضيف بقية اللحمة المفرومة بتاعتنا ونوزع الكمية كلها بالتساوي. شايفين قد ايه شكلها جميل؟ بجد عايزة تتاكل حتى وهي كده. ودلوقتي بقى هنضيف بقية الكمية بتاعتنا من المكرونة برضو بالتساوي كده. واخر طبقة معانا بقى هنضيف البشاميل بتاعنا، نفرده كده كويس. شايفين يا جماعة القوام بتاعه كريمي وعامل ازاي؟ بجد مظبوط. امشوا على الخطوات بالظبط وان شاء الله هتطلع معاكم النتيجة مبهرة، وياريت تدعولي. دي بقى التكة السرية بتاعتي، وهي بيضة كاملة وعليها رشة ملح ورشة فلفل اسود ومعلقة زيت ومعلقة صلصة جاهزة. وما تخافوش خالص، مش هتكون فيها اي زفارة، بالعكس هتدينا لون جميل ولمعة من الزيت وطبقة كريسبي هايلة. نفردها بقى دلوقتي كده فوق البشاميل. وياريت نفرد بالراحة عشان البشاميل ما ينزلش كله على المكرونة. وده الشكل النهائي ليها قبل ما بندخلها الفرن. طبعا بكون مشغلة الفرن مسبقا على درجة حرارة 180، بنشغل من فوق ومن تحت. ودلوقتي بقى بعد ما استوت معانا وخدت حوالي 20 دقيقة في الفرن، ايه رأيكم في المفاجأة دي؟ سمعتوا صوت الطبقة اللي فوق قد ايه كريسبي زي ما قلتلكوا؟ ودلوقتي بقى حطيت رشة من البارميجان، ودي طبعا اختيارية لو حابين. شوفولي بقى قد ايه حلوة، كريسبي من بره وجوسي من جوه، بجد زي ما قال الكتاب. اتمنى بجد تجربوها عشان هتعجبكوا قوي، وتقولولي ايه رأيكم في الكومنتات. وما تجربوها بقى امشوا على الخطوات بالظبط، وان شاء الله تطلع معاكم النتيجة مرضية. والف هنا وشفا. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.